الخير. احنا طول الوقت بنصارع لتغيير كل ما لا نملك، بنبذل طاقة ووقت ومجهود لتغيير كل الحاجات اللي ملناش سلطان عليها، ولما ما نلاقيش النتيجة اللي عايزينها بننهار ونبكي وستارة الحياة بتتقفل في وشنا وفجأة الدنيا تسود. طب ما هو طبيعي ومنطقي جدا. ليه؟ لأن طول ما انتباهنا ووعينا متوجه ناحية حاجات ملناش سيطرة عليها هننسى نفسنا ونستنزف، وفي النهاية مجهودنا ده كله هيروح في الأرض وهنفشل في احتوائنا واحتواء الآخر كمان. قصة حزينة ومأساوية صح؟ طب معلش، بداية الخروج من عنق الزجاجة ازاي ومنين؟ اولا احنا محتاجين نفرق بين الحاجات اللي نقدر نغيرها ولينا عليها سلطان واللي مفيش في ايدينا سبيل لتغييرها. بمعنى اني مثلا اقر بمحدودية قدرتي على اني اغير اي شخص غيري. انا غير قادر على اني اقاوم سلوك حد مضطرب، وعقلك اللي بيقولك you can fix him بيلعبك وبيحاربك، ولو ما سيطرتش انت عليه